هو مع حد ما عندها حتى حاجه. الله يعمر ليها الدار ومزيانه ودرويشه وحنينه، والله يادي من اداها، الله يبين لها الحق. جارتنا بنت عمة راجلي نقول لك عندها شي 50 فوت و50 ما عارفاش لها السن. انا بعدا بنت 14 عام ودابا عندي 63 عام وانا هنا كنعرفها. لا ما قدرتش نشوفها سيدي، ما قديتش نشوفها. لا شدوه مزيان مزيان شدوه. هي الله يعمرها دار اخويا، راه حيت من العائله، راه باش عمه الوالده والله يرحمها في هذا النهار اخويا. فاشي عادي ما عمرنا ما شفنا بحكه في هذا القنش هذا، بخصوص هذه السيده هذه محبوبه عاد الدرب كامل. والله يرحمها امها مسكينه مريضه، راه هي اللي كتبقى بلاها امها دابا، راه لحد الان باقا ما قايل لها والو، حيت مراه مسنه. الا قالوا لها ترجع السكته القلبيه هي غنولوا ضايعين في جوج الناس. والله يرحمها، وكنتمناو من المجرمين ينال الجزاء ديالو والاقصى العقوبات باش وحدين اخرين ما يبقاوش يجرؤوا يديروا بحال هاد الفعيل هذه. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. البارح القلب كان مقبوض واللسان عاجز يوصف حجم الألم اللي حسات به الساكنة ديال منطقة بني خلف. اليوم غاديش نهضروا غير على الجريمة ديال القتل، اليوم غادي نهضروا على غدر الزمان وعلى كيفاش ولات الروح رخيصة عند شي وحوش كيعيشوا وسطنا. تخيلوا معايا سيدة في العقد الخامس من عمرها، حياتها كلها تضحية، هزها هم ميمتها المريضة، ومقابلة دارهم هي واختها، ومعروفة في المنطقة بمولاة الخير، تمشي وتتخطف بطريقة بشعة وتلاح في وسط الخلاج جثة هامدة عريانة ومرمية وكأنها لا شيء. والصدمة الأكبر شكون اللي دار هاد الشي وشنو العذر اللي عطاه باش يبرر الوحشية ديالو. قال لهم كنت سكران وسحرات ليا. واش هادشي مبرر؟ واش وصلنا للوقت اللي المجرم كيقتل وكيمثل بالجثة وكيلصق التهمة في الشعوذة والسكر؟ تفاصيل صادمة واعترافات مثيرة وحقائق جديدة كتكتشف على هاد الوحش اللي صدم المغاربة وصدم الناس ديال ديك المنطقة اللي تصدموا من هول الجريمة اللي ارتكب. الحكاية كيف كتعرفوا بدات في دوار البراهمة منطقة شرقاوة بجماعة بني خلف، في واحد الحقل معزول الساكنة فقط على مشهد كيشيب الراس. لقاو جثة ديال المرأة مرمية في الأرض، ولكن المشهد كان أكثر من مجرد وفاة. الضحية مسكينة كانت مجردة تماما من حويجها وعليها أثار عنف واعتداء وحشي كبير، أن الفاعل ما كانش في قلبه ذرة ديال الرحمة. الخبر نزل بحال الصاعقة على الدوار، الناس تجمعات والكل مصدوم. شكون هاد السيدة؟ وفاش قربوا تعرفوا عليها كانت الصدمة مضاعفة. هادي فلانة، السيدة الدرويجة من الناس اللي عمر العيب ما خرج من فمها. ما كانت تحول ساحة بكاء وعويل، خصوصا فاش وصلت أخت الضحية، وهنا خوتي كيعجز اللسان عن الوصف. الأخت دخلت في حالة هستيرية وما قدرتش تستوعب على أن أختها رفيقة دربها ولا جثة مرمية في العراء بهذيك الطريقة الوحشية. الجيران والناس اللي كانوا حاضرين وحتى الرجال منهم بكاو بحرقة لهول المنظر. قبل ما نمشيو المجرم اجيو نعرفوا شكون هي السيدة اللي فقدناها. الفاقدة كانت في عمر الخمسينات، عايشة حياة بسيطة ومستورة. كانت ساكنة مع ميمتها اللي مريضة بمرض الزهايمر، وكانت هي العكاز ديالها، هي اللي كتوكلها وتشربها وتقابلها هي واختها في دار واحدة مجموعين. شهادات الجيران كانت كلها كتصب في اتجاه واحد. السيدة كانت قمة في الأخلاق، قالوا باللي كانت معروفة في المنطقة بأنها ما كان شي خير كتدخل فيه. تخيلوا أن السيدة اللي كانت كتجري وتسعى في الخير فاش تكون شي جنازة في الدوار ولا شي مصيبة ولا حتى شي فرح، كانت هي اللي كتدير المبادرات باش تجمع التبرعات وتعاون الناس. يعني كانت هي اللي كتمسح دموع الناس، واليوم هي اللي بكات عليها القلوب. كيقولوا على أنهم عمرهم شافوا منها العيب ولا شافوها كتهز عينيها في الزنقة. كانت مثال المرأة المغربية الصابرة والمكافحة، وهادشي اللي خلى الجريمة تكون قاسية بزاف، حيث الغدر جا لإنسانة مسالمة، إنسانة كانت كتعطي الخير، ولكن للأسف تلاقاو بها أيادي الشر. من بعد العثور على الجثة تحركت الآلة الأمنية بسرعة. عناصر الدرك الملكي ببني خلف ما ضيعوش الوقت، ومن خلال بحث دقيق واعتمادا على أدلة تقنية وعلمية من مسرح الجريمة قدروا يوصلوا لهوية المشتبه فيه في وقت قياسي جدا.
في ظرف زمني جد قصير من صباح يوم الأحد. هنا غادي تصدموا من برودة الدم ديال هذا المجرم. واش هرب، واش تخبى، على كيف قلنا في فيديو سابق السيد هو في الثلاثينات من عمره، سال الجريمة ديالو ورجع لدارهم بمنطقة المجدبة ودخل ينعس. الدرك الملكي حاصروا المنزل ودهموه، لقاو ناعس وسط فراشو. المفاجأة اللي ما خلات لي فين ينكر هي ان حوايج ديالو كانت مازال فيها اثار الدماء، يعني حتى الوقت باش يغسل حوايجه ولا يخبع الدليل ما خداش، وكانه كيقول ما كاينش اللي غيوصل ليا. تم تصفيد المعني بالامر واقتيادي لمركز الدرك الملكي، وهنا بدات فصول التحقيق وبدات كسبان الاسباب اللي خلاته يدير هذه الكارثه. خلال التحقيق الاولي مع الضابطه القضائيه ديال الدرك المشتبه فيه نهار واعترف بالنسوب اليه، ولكن شنو هي المبررات؟ فين كان بيت القصيد؟ قال لهم كنت سكران وكنت فاقد الوعي حيت شربت كميه كبيره ديال الشراب، وقال ايضا باللي اعتدى عليها جنسيا ومن بعد صفى عليها. ولكن الاخطر من هادشي هو انه حاول يبرر الفعل ديالو باتهام الضحيه بالسحر والشعوذه. المتهم ادعى ان الضحيه كانت كدير ليه اعمال السحر وان هادشي هو اللي خلاه يحقد عليها. هنا خاصنا نوقفوا وقفه تامل، واش اي واحد بغى يرتكب جريمه يجبد شماعه السحر؟ واش السكر كيعطي الحق الواحد يتكرفص ويقتل وينهي حياه انسانه؟ كاين شي اشاعات خرجت في البدايه كتقول باللي كانت علاقه غير شرعيه، ولكن شهادات الجيران وحسن السيره ديال الضحيه كتدحض هاد الهضره وكتبين ان مجرد محاوله تشويه سمعه الميته اللي ما بقاتش تقدر تدافع على راسها الان. الحقيقه اللي باينه لحد الان هي اعتداء وحشي من طرف شخص كان في حاله غير طبيعيه على سيده شريفه. قضيه دابا بين يدي العداله والنيابه العامه المختصه أعطت تعليمات باش يتعمق البحث قبل ما يتم تقديم الجاني بعد ما يكمل الحراسة النظرية. وكما غالبا كنطالبوا بأقصى العقوبة في هذه النازلة، وما يمكنش نتساهلوا مع بحال هاد الوحوش اللي كيستغلوا ضعف النساء وكيتجرؤوا على حرمة النفس البشرية وكيزيدوا في الاخر يكملوا باتهامات وشبهات باش يخفوا العقوبة. في اخر هذا الفيديو بغيتكم المتابعين الاوفياء تقولوا لنا في التعليقات واش كتشوفوا ان السكر او ادعاء السحر يقدر يكون مبرر لتخفيف الحكم؟ شنو هي العقوبه اللي كتشوفوها عادله في حق هذا المجرم باش يكون عبره لمن يعتبر؟ رحم الله الفقيده مولاة الخير، والله يرزق ميمسه اللي مريضه مسكينه بالزهايمر الصبر، والله يصبر اختها وكل عائله، ويا ربي تحفظ بلادنا ووليداتنا من شر الخلق. إلى هنا كسالي هذا الفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوش على أنكم تابونوا معنا في القناة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.